السلام عليكم، معكم زيزي العجمي. فيديو النهاردة هنعمل فيه الكبدة بكل أسرارها وتكاتها. معانا ايه؟ معانا كيلو من الكبدة، معانا توم مفروم، كزبرة، كمون، معلقة دهن كبيرة، ومعانا فلفل رومي وفلفل شطة. هغسل ايدي كويس. دي كبدة بلدي يا جماعة. هبدأ اتخلص من الجلد اللي عليها، ده بيبقى مش لطيف خالص في الأكل. هشيله واحدة واحدة بالشكل ده كده اهو. اهو كده بالشكل ده. هبدأ اشيله حتة حتة اهو كده. اهو بيطلع معايا اهو بكل سهولة اهو. هبدأ بقى اقطع الكبدة قطع صغيرة، عصافير يعني كده اهو بالشكل ده كده، عشان ما تاخدش برضو معايا ايه سوا. قطعناها يا حبايبي بالشكل ده كده اهوت. هبدأ انزل عليها بنص معلقة من الثوم، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، واقلب. مش هعصر عليها ليمون ولا حاجة، دي كبدة بلدي مش محتاجة. وبعدين الكبدة حبيبي ما بتتغسلش. هستنى عليها شوية كده في التتبيلة. طاسة على النار هنزل بيها معلقة الدهن، وهنزل بيها بالكبدة. هوزع الكبدة كده في الطاسة، مش هقلبها لحد ما تاخد لون من تحت، وابدأ اقلبها. خدت لون اهي. هبدأ بقى اقلب الكبدة عشان كلها تستوي زي بعض. خدت لون يا حبايبي اهي. هنزل عليها بقى بالفلفل الحامي والرومي واقلب. كبدة يا جماعة بتحب الفلفل الحامي، اللي معاه اطفال بقى يقدر يستغنى عنه. نزلنا ببقية المكونات، الثوم، الكمون، الكزبرة. كبدة ما بتاخدش توابل اكتر من كده. نزلنا برضو بالملح. استوت اهي. ما بتاخدش وقت خالص على النار يا جماعة عشان ما تنشفش منك. تكة تانية، هتحطي معلقة من الخل. اول ما تسمعي الطشة الحلوة دي هتروحي طافية عليها. هنا بقى حطينا في عيش فينو. تقدري تاكليها بعيش بلدي برضو، تقلي جنبيها شوية بطاطس زي ما تحبي. وعملنا المخلل اهو بتاعنا الحلو ده، عاملينه في البيت اهو. وجبنا عيش بلدي، اللي عايز بقى ياكل بعيش بلدي وحاجة ساقعة. ايه رأيكم؟ متنسونيش في اللايك. بحبكم في الله. السلام عليكم.